And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط كواي والانستا في صندوق الوصف، وما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء الثالث والأخير بيبدأ لما بتقول ميس الآن هي اللي نذهب لتناول الطعام، وفعلا بيقعدوا ياكلوا وتقول له ما رأيك، هل استطعت إرضاء السيد جيانج بطعامي؟ ويقول جيانج بشكل غير متوقع تلك الفتاة قامت بطهي طعام لذيذ جدا، ويقول لها بالكاد يبدو حلو. وفجأة يجي المساعد ويقرب منه ويقول له سيد جيانج السيدة ميس لديها عم لكنه مات من فترة ويبعد. فيقول له جيانج حسنا جدا استمر في التحقيق، ويقول له نعم أكيد. وميس تكون بتبص عليهم ويمشي المساعد وتقول له رئيس جيانج، ولسه هتكمل يرن الفون بتاع جيانج ويكون أمه، ويرد وتقول له ابني لدي شيء مهم لا أتحدث فيه معك، تعالى الليلة أنا أنتظرك. ويقول لها حسنا فهمت سآتي، ويقفل ويقول عفوا ميس سأغادر الآن. فتقوم تجري ميس وتمسكه ويتصدم جيانج جدا ويبص على ايديهم وتقول له رئيس جيانج أريد التحدث معك عن عقدنا. فيقول لها دعيني أذهب الآن، وتتضايق ميس ويمشي جيانج. وفي الوقت ده يظهر الرئيس وهو قاعد غضبان جدا، ويدخل عليه المساعد ويقول له رئيس سيدي حان الآن الموعد لوقت الدواء بتاعك. فيقول له يو هذه الفتاة ألم تجدوها بعد؟ فيقول له سيدي نحن نبحث بكل قوتنا. فيقول له لقد مر 3 أيام بالفعل وهذه هي النتيجة، هي ليست هنا بعد، أعيدها لي حتى أستطيع أن أعود بصحتي مرة أخرى. ويكون متعصب ويبص بكل نرفزة بسبب هروب ميس منه. وتظهر ميس اللي بتوقع كوب ماء بالغلط وتبص عليه، وتسمع المساعدة الصوت وتطلع تجري وتقول لها أنسة ميس هل أنت بخير؟ وتتفاجئ ميس وتقول لها بخير لا تقلقي، وتبص عليها وتقول لها لا انتظري سأحضر لك علبة الدواء حالا. وتقوم وتسرح ميس وتقول ما زلت أتركه يذهب دون أن يعطيني فرصة لأسأله حتى، أنا لا أعرف متى أراه مرة أخرى، ولا أعرف إن كنت أستطيع أن أتحدث معه تلك المرة حتى. وهنا ترجع المساعدة وتساعدها وتضمد إيديها وتقول لها السيد أصبح معك لطيف جدا، هل تعلمي ذا؟ لم أرى فقط يتقرب من أي امرأة أو يسمح لأي امرأة بالعيش هنا معنا في المنزل. فتضحك ميس وتقول لها هذا ليس كما تعتقدي. فتقول لها المساعدة منذ وفاة والدته لم يسبق له أن أرى أن يتناول العشاء مع أحد حتى الآن، اعتقدت أنه لن يتقرب من أحد مرة أخرى طوال حياته. فتقول لها لكن يبدو أن والدته من اتصلت الآن. فبتقول لها المساعدة أن دي زوجة والد السيد الشاب. فتستغرب ميس وتقول في سرها اتضح أن هو ليس لديه أم أيضا. فتقول لها إذن هل أخبرك عني أو عن أخي من قبل؟ فتقول لها لا يا أنسة أنت لا تعرفي السيد الشاب إنه لا يحب التحدث عادة، لكن بسبب إنك هنا الأيام ديت هو يعود في كثير من الأحيان. فتقول لها حسنا هل يمكنك إقراضي هاتفك المحمول لبعض الوقت؟ فتقول لها لكني لا أستخدم ذلك الشيء. فتتضايق ميس وتقول في سرها يبدو أنني لا أستطيع أن أطلب أي شيء من العمة، إن حتى لا أعرف كيف حال أخي شين الآن. وتظهر هنا زوجة أب جيانج وهي قاعدة مع جو فيفي وبتقول لها لا تقلقي أنا هنا أدعمك، أي امرأة مشاكسة يمكنها أن تضع عينيها على جيانج، لكن لن يتزوج أحد غيرك يا جو. فتقول لها الأخ جيانج لماذا لم يأتي بعد حتى الآن؟ فتقول لها لقد أخبرت أن يأتي، هو لا يجرؤ أن لا يأتي لا تقلقي. وشوية ويدخل المساعد ويقول سيدتي لقد عاد السيد الشاب. وأول ما يدخل جيانج تقول له جيانج قولها ماذا يحدث هنا؟ الزواج بين أسرة جو فيفي وبين جيانج هي قاعدة لقد وضعها الأجداد، وأنا أرى أن هو حان الوقت لنقوم بهذا، لنقوم بتنفيذ العقد وحفل الخطوبة ليك أنت وجو. يتصدم جيانج وفي البيت تيجي ميس للمساعدة مرة تانية وتقول لها عمة أريد أن أسألك لقد سمعت أن جيانج لديه خطيبة، هل هذا صحيح؟ فتقول لها هل تقصدي السيدة جو؟ إنه تم الزواج منه ترتيبا من قبل الأسرة. بعد كل شيء عائلة جو فيفي هي عائلة مشهورة جدا في العاصمة. فتتضايق ميس وتقول في سرها اتضح ان جو فيفي هي بالفعل خطيبته، لكني انا من قبلته اولا. فتقول المساعدة هنا لكن في رأيي ان عائلة جيانج على وشك التغير. فتقول ميس في سرها يبدو ان جيانج هذا من الصعب حقا فهمه، لقد ساعدني ووضعني في منزله،
إذا كان هذا معروف منه أنا لا أستطيع شرح ذلك. وتظهر زوجة أبوه مرة تانية وتقول له جيانج أنتم ستتزوجون قريبا وأريدك اصطحاب جو معك في بعض المناسبات تبدأ في دعم مظهرك. فيقول لها أنا جيانج تشانغ ومنذ متى أحتاج امرأة أن تدعم مظهري؟ فتتعصب زوجة أبوه وتقول له هل تعتقد أن عائلة جيانج وصلت إلى يومنا هذا بسهولة؟ كل دوت من مين؟ من والدك الشهير؟ والدك كان عديم الفايدة. كل ده بسبب دعم عائلة جولينا. من أجل جلوسك في منصبك هي السبب. فيتعصب جيانج ويقول أنا أعمل بجد، ليس لتقولي لي ماذا أفعل. أنصحك ألا أسمع منك ذلك الكلام مرة أخرى. أنا لست والدي، أنا لا أحتاج دعم أحد لي، وإلا لن تكررت هذه مرة أخرى لا تلوميني لكوني قاسيا معك حينها. فتقول له أنت هو الوارث الوحيد لعائلة جيانج، عاجلا أو آجلا ستعود لترث العائلة والزواج من جو. فيقول لها واضح إنك بتحبي عائلة جيانج جدا، إذا لماذا لا تجعلي أبي هو من يتزوج جو؟ أنا ليس لدي مانع أن يكون لدي زوجة أب صغيرة جديدة. ويمشي. وتتعصب زوجة أبوه وتقول أنت فتى جاهل. وتحسن جو فيفي جدا وتقول لها عمتي جيانج لا يستمع إلى كلماتك حتى بعد الآن، ماذا علي أن أفعل؟ فتقول لها لا تقلقي، عائلة جيانج لديها يد سحرية تستدعي سريعا لحل المشاكل التي لا يمكن حلها أبدا، وتلك ستكون وصية الزوجة الأولى لك لي. لكن كوني صبورة، كل ما تريدي معرفته في تلك البطاقة خديها وروحي منزله وادخلي وشوفي إذا كان يوجد نساء آخريات أم لا. وفعلا تاخد جو كارت وتروح منزل جيانج وتوقفها المساعدة وتقول لها أنسة جو بدون إذن السيد أنا لا يمكنني السماح لك بالدخول. فتقول لها ماذا تقولي؟ فتقول لها لا يمكنك الدخول. فتقول لها أنت هل تتجرأي على إيقافي؟ وتوريها الكارت وتقول لها إن والدي جيانج هم من طلبوا مني المجيء هنا، إذا ازاي تتجرأي؟ إذا تجرأ منكم أحد على عدم إدخالي يمكنني الآن إخبارهم عنكم. أنا يمكنني الذهاب، لكن ماذا سيكون وضعكم أنتم أمام الجميع؟ وتخاف المساعدة جدا وتفتح جو بالكارت وتدخل. ويقول المساعد إن دي ابنة عائلة السيد جو فيفي وإن لا يمكن العبث معها. فتقول المساعدة ولكن أنا مازلت قلقة على الأنسة ميس الآن، لماذا لا تدخل أنت وتلقي نظرة؟ ويقول لها حسنا. وتدخل جو على ميس وتقول لها أنت مرة أخرى إنها حقا أنت، وتضربها وتقول لها كيف تجرؤي على العيش في منزل الأخ جانج؟ ازاي جرأتي تسرقي راجلي؟ انظر إن لم أقتلك الآن. فتضربها ميس وتقول لها أنسة جو لقد شرحت ليكي مسبقا أنا والسيد جانج في علاقة تعاون. فتقول لها انت ازاي بتتجرأي على ضربي؟ سأقوم بتدميرك. ويدخل هنا المساعد ويلحقها ويقول لقد أمر السيد جيانج لا يمكن لأحد أن يلمسها. وتقول المساعدة إن يوجد لديك شيء يا أنسة جو لنعلم السيد جيانج عنه. فتقول لها خدامة وبتجرأي على تهديدي كمان. وتبص لميس وتقول لها اخرجي من هنا. فتقول لها ميس انك مش بتسيء لحد ولا للآخرين، لكن لو أسأت ليا أنا هدفع لك الضعف. فتقول المساعدة لن يخبر أحد منا السيد الشاب عما حدث اليوم، لذلك اذهبي الآن يا سيدة جو. وتقول لها حقا أنا سأذهب لكن لن أتركك يا ميس أبدا. وتمشي وتسيبها. وتقعد ميس ويظهر جيانج ويقول المساعد سيد جيانج السيدة جو لقد كانت في منزلك، وجدت الآنسة ميس في المنزل. ويوريه الفيديو ويضحك ان ميس ضربت جو ويقول سأعود للمنزل الآن. وهناك تكون ميس قاعدة بتفكر في والدتها وبتبكي. ويدخل جيانج ويقول لها اعترف انني وقعت في حبك وسأحميكي للأبد. ويشدها. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثالث والاخير. اتمنى تكون نهاية الفيديو عجبكم، اتمنى يكون الفيديو ينال اعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، بحبكم قوي، شكرا لكم جدا على دعمكم المستمر ليا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.